اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كده تحليه حلوه قوي. التحليه دي صحيه حلوه قوي ليكي لو بتعملي دايت، من غير بقى نشا ولا سكر ولا اي نوع من انواع الدقيق، وكمان مش هنحطها على النار. تحليه حلوه قوي وسريعه، تقدري كده تعمليها بالظبط كده في ثانيه الا ثانيه. نقدر بقى نسميها كاستر، مهلبيه، اللي يعجبك. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقه، ويلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده أنا جبت كوباية من اللبن، كوباية واحدة بس عادية، مج كده من اللبن. وكمان هحط عليه معلقتين من الكاكاو عشان أعمل التحلية دي بالشوكولاتة. حطيت كده معلقتين من الكاكاو الخام يعني بدون سكر. دلوقتي هحط كمان معلقة كده صغيرة من العسل، عسل النحل. والبطل بتاعنا بقى النهاردة ثمرة كده من فاكهة الكاكا. الفاكهة دي جميلة ومفيدة، وده الموسم بتاعها يعني متوفرة وموجودة في السوق. فاكهة مغذية جدا، تقدري بقى تكتبي على جوجل فوائدها، هتلاقي فوائد كتيرة جدا. هقطعها كده نصين، وهبدأ ان انا بالمعلقه كده اخد القلب بتاعها. وطبعا القشر انا مش هستخدمه، يعني القشره دي مش هستخدمها خالص، انا مش عايزاه. هاخد كده القلب بتاعها من النصين اللي انا قطعتهم، وهحطهم كده على معلقتين الكاكاو ومعلقه العسل وكوبايه اللبن. وهبتدي كده بالهاند بلندر او ممكن كمان بالخلاط اضربهم بالشكل ده. وخلاص كده هي كده هتبقى جاهزه معايا. طب ازاي؟ مفيش نشا، مفيش دقيق، مفيش نار، مفيش اي حاجه، لا مفيش الكلام ده كله. انا كده هجيب البولات بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا اصب الخليط اللي انا عملته. طبعا اللي هتبقى مسكره وهيبقى طعمها حلو جدا، لان الفاكهه اصلا يعني سكرها عالي. انا استخدمت قطعه فاكهه واحده بس للبولتين اللي انتوا شايفينهم دول، طبعا حلو جدا. هدخلهم دلوقتي بقى التلاجة كده، وهسيبهم ساعتين 3 4 زي ما انت عايزه. يعني انا بصراحه سبتهم ساعتين، وهوريكم بقى شكلهم زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. يعني بصراحه كانت مفاجاه، انا شفت الوصفه دي وحبيت انفذها معاكم. بس بصراحه جميله جدا يا جماعه، من غير سكر ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه خالص. شايفين بقى البنوته الصغيره بتاعتي ما صدقتش، راحت جايبه كده معلقه واخده منها، لقيتها جمدت، فقالت لي الحقي يا ماما ده هي جمدت. فبصراحه المهلبيه دي او الكاستر، ودي بقى زي ما تقولي تحليه حلوه قوي قوي ومفيده وصحيه، تقدري تعمليها للولاد في اي وقت من الاوقات. استغلي بقى الموسم بتاع الكاكا واعملي لهم بقى المهلبيه الصحيه دي، طعمها حلو قوي. حطيت كده شويه مكسرات، شويه جوز هند على شويه مكسرات زي ما تحبي. عايزه اقول لكم بقى طعمها حلو قوي. عايزه اخد معاكم كده بقى بالمعلقه علشان تشوفوا القوام بتاعها. بجد يا جماعه تحفه، جربوها حلو قوي وهتعجبكم، وكمان مفيده وصحيه. شايفين بقى القوام بتاعها؟ هوريه لكم دلوقتي. حلوه جدا زي ما تكوني كده مطبخاها على النار بالنشا، زي ما بنعمل المهلبيه العاديه سواء بالشوكولاته او بالفانيليا. بصراحه يا جماعه تحفه قوي. مكوناتها سهله وبسيطه، وكمان صحيه، وتقدري تعمليها في اي وقت. وجمدت معايا في حوالي ساعتين بس مش اكتر. يعني بصراحة الوصفة بتاعتنا النهاردة مفاجأة، إن الكاكا فيها مادة جيلاتينية نقدر نعمل بيها مهلبية أو كاستر من غير نار ومن غير نشا ومن غير الكلام ده كله. أنا بتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.